اهلا بيكم في الفيديو ده. النهارده هنتكلم ازاي تبدا مشروعك اونلاين. في ناس كتير بتبقى محتاجه تعرف الموضوع ده. طبعا انت تقدر تبدا مشروعك بحاجات بسيطه جدا، لكن في اساس موجود دلوقتي عشان خاطر تبقى عندك مشروع اونلاين، سواء اي كوميرس او موقع الكتروني تحط عليه اعلانات ادسنس او وات ايفر الهدف بتاعك او مشروعك هيكون عامل ازاي. ايه هو الاساس دوت؟ اول حاجه ان يكون عندك موقع الكتروني. تاني حاجة إنك تبتدي تسوق الموقع الإلكتروني دول. نيجي للنقطة الأولانية وهي إن يكون عندي موقع إلكتروني، ودي اللي هيكون الفيديو النهاردة عنها. طيب أنا عشان يكون عندي موقع إلكتروني محتاج إيه؟ محتاج حاجتين أساسيتين. أول حاجة دومين. إيه هو الدومين؟ هو اللينك اللي هتبعته للناس أو اللي هتسوقه فالناس تدخل على الويب سايت بتاعك، زي بالظبط كده كارم عمران دوت كوم. ده كده الدومين بتاعي، تمام أهو. زي هنا فاست كوميت دوت كوم، ده الدومين بتاعهم. تمام، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه، حاجه اسمها الاستضافه او الهوستنج. طيب ايه هو الهوستنج او الاستضافه ديت؟ بالظبط عامل زي حته الارض اللي بتبني عليها البيت بتاعك او المشروع بتاعك او المحل بتاعك، هي دي الاستضافه. بس حته الارض دي بقى اونلاين، فانت بتشتريها او بتحجزها علشان خاطر تبتدي تبني عليها الويب سايت بتاعك وتربطها بالدومين اللي هو العنوان بتاعك ده اللي هو زي fastcomet دوت كوم، والناس لما تكليك على العنوان دوت تروح رايحه على الويب سايت بتاعك بعد ما تكون خلصت. ده باختصار جدا الاستضافه والدومين بشكل بسيط قوي، علشان ما نخشش في تفاصيل كتير او ما نخشش في مصطلحات كتير ممكن تتوهنا. تمام. طيب علشان خاطر اعمل الويب سايت بتاعي انا محتاج اشتري دومين ومحتاج اشتري استضافه او احجز استضافه. طيب بشتري الدومين منين؟ في شركات كتير جدا بتقدم الخدمه دي، اشهرهم شركه اسمها جودادي. تمام، تقدر ان انت تدخل وتشتري منها الدومين دوت، والدومين بيتراوح سعره بدايه من اول دولار لغايه ارقام لو انت مختار الدومين بتاعك اسمه مميز. وطبعا لو انت بتبتدي ما انصحكش بالكلام دوت، انصحك ان انت تحاول تجيب دومين يكون فيه الكلمه الخاصه بالمشروع بتاعك او كلمه مفتاحيه الخاصه بالمشروع بتاعك، او يكون بيدل على المعنى اللي انت عايز، يكون سعره مش كبير. تمام. طيب بالنسبه للهوست، برضو في شركات كتير بتقدم موضوع الهوست دوت، وبتقدر ان انت تحجز فيها. واغلب الشركات اللي بتقدم الهوستنج بتقدم الدومين. وفي شركات لما بتيجي تحجز معاهم الهوست بيبقى مديك عرض يقول لك خد دومين مجانا لمده سنه. تمام، فخد بالك من النقط دي. طيب عندنا الهوستنج فيه اكتر من نوع. يعني ايه؟ يعني في عندي حاجه اسمها شير هوستنج، ده الارخص او ارخص حاجه موجوده. ولو انت لسه بتبتدي وما عندكش خلفيات كتير والكلام ده كله، ابدأ بيها، لان دي بتبقى اقل قيمة موجودة ممكن ان انت تدفعها في الهوست، وتجرب وتحاول وتشوف الدنيا مشيت معاك وكبرت والدنيا زي الفل. ابتدي انقل للنوع التاني من الهوست وهو الكلاود. انك تختار ان انت تعمل هوستنج كلاود. كلاود ده بيكون اغلى شوية، وبيكون الفي بي اس كده او السيرفرات، بس من خلال شركات هي اللي بتدير لك السيرفر دوت علشان يكون الموضوع سهل عليك. طيب من اشهر الشركات اللي بتقدم النوعين دول شركه فاست كوميت اللي انت شايفها قدامك ديت. تمام. طيب من افضل الشركات بقى اللي بتقدم الكلاودز ككلاود بقى في بي اس كلاودز، شركه اسمها كلاود ويز. دي هتسهلك الدنيا وارخص شويه من فاست كوميت في الكلاود، لكن كلاود ويز ما فيهاش شير. كلاود ويز هو سيرفرات، والشركه بتعمل لك سيرفر جواها وبتديرهولك، وانت مجرد خطوات بسيطه وداشبورد سهله تبتدي تعمل الويب سايت بتاعك وتشتغل عليه من غير اي وجع دماغ بالفي بي اس. تمام. طيب نفس الفكره موجوده في فاست كوميت وموجوده في شركات تانية، لكن السعر بيكون اغلى شويه كتير عن كلاود وايز. طيب نيجي بقى للحاجه الثالثه، هو ان انت بتاخد سيرفر وانت اللي بتعمل فيه كل حاجه بقى، بتحط له السي بانل وبتحط له اللي هي لوحه التحكم وبتبتدي تبني الكلام ده كله. وده لازم يكون ليك خبرات كبيره وكويسه، او معاك حد عنده الخبره الكويسه في انه يدير سيرفرات. ودي هتبقى مرحله لو انت لسه بتبتدي، يعني لا، يعني ما انصحكش. هي بتفرق كتير بانها بتكون ممكن تكون كسعر متوازن، لكن تديك سرعه وقوه للويب سايت بتاعك، بجانب انك بتبقى متحكم في كل حاجه تقريبا. تمام، فدول الثلاث انواع اللي ممكن تشتغل عليهم. طبعا في حاجات تانية لكن مش هي قصتنا دلوقتي ان احنا ندخل فيها. طيب احنا النهارده هنشرح في الفيديو ده
اسهل وارخص وطريقه تقدر تبني بيها الويب سايت بتاعك وتحجز استضافه ودومين بشكل مبسط وسهل من غير ما تدفع كتير وباشتراك شهري بسيط. تمام. وطبعا من افضل الشركات اللي انا دايما بحب اشتغل معاها فاست كوميت، سواء على مستوى الشيرد او على مستوى كلاود. الفي بي اس انا لما بنشتغل سيرفرات في شركات تانية، كونتابو وفي ديجيتال اوشن وفي جوجل طبعا وفي امازون، كل دي شركات من الشركات المحترمه اللي بتقدم الفي بي اس بشكل كويس جدا. بس ده لازم يكون عندك خبره في زي ما قلنا في اداره السيرفرات وتركيب لوحات التحكم عليها اللي هي السي بانل او غيرها، او يعني الحاجات الشبيهه ليها. تمام. وفي شركات بقى لو جينا ركزنا على الشيرد هوست، في شركات كتير بتقدم الموضوع دوت زي فاست كوميت وزي بلو هوست وزي نيمت شيب وزي سايد جراوند وزي ايه تاني، في شركات كتير بصراحه، هوستنجر برضو. كل دي شركات بتقدم الشيرد. لكن لو هنصحك عايز تشتري حاجه شيرد وتكون كويسه، انصحك بفاست كوم. باقي الشركات شركات محترمه، لكن كل شركه فيها حاجه ضايقتني انا شخصيا. يعني على سبيل المثال نيمت شيب من الشركات الكويسه، لكن اولا لما تيجي تحجز اقصى حد ممكن تحجزه بيكون 3 سنين، سوري سنتين. وارخم حاجه قابلتها عندهم هي حته الاس اس ال المجانيه، بيديها لك سنه واحده وبعد كده لازم تجددها. فاست كوميت ما فيهاش القصه ديت، لا بيديك الاس اس ال مدى الحياه. تاني حاجه مثلا على سبيل المثال فاست كوميت بتديك دومين فور فري لمده سنه، وده دايما يعني اي وقت هتخش تشترك هتلاقي الاوفر ده موجود انك بتاخد الدومين فري. في نيمت شيب لا، اوقات واوقات. لما جربت دي كسرعه ودي كسرعه والويب سايت، لا حسيت ان فاست كوميت افضل، مع ان الموضوع ده ما بيبقاش فارق قوي ما بين الشركات وبعضها في الشيرد. يعني في اي هوست شيرد مش فارقه قصه السرعه، لان هو الشيرد بيبقى السرعه بتاعته يعني مش قويه في كل الشركات. انما لو انت عايز سرعه كويسه وقادر تدفع اكتر من مثلا لو هنقول متوسط $10 في الشهر او $15 في الشهر، ويكون عندك موقع واحد عشان يبقى الحجم ده كويس، فانا انصحك بكلاود ويز، هكون افضل بكتير حتى من فاست كومت. تمام. الحاجات دي كلها هتلاقوا اللينكات بتاعتها موجوده تحت الفيديو. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي احجز الاستضافه بتاعتي، وبدل ما اروح اشتري دومين ودومين اشتريه مثلا من جودادي او من اي شركه تانية، لا انا فاست كومت مدياني عرض ان انا دلوقتي تخفيض 80% على الاستضافه والدومين مجانا والاس اس ال مجانا اللي هي شهاده الامان. فهحاول استفاد بالعرض دوت وابتدي اشتغل في القصه دي. طيب انا عشان اجي ابدا احجز زي ما قلنا بنخش هتلاقي اللينك بتاع فاست كومنت موجود تحت الفيديو، وباقي الشركات التانيه لو انت حابب تقدر ان انت تشوفها. هتلاقي بمنتهى البساطه عندنا اهو ادي الشيرد هوستنج، ودي الخطط بتاعته، وكل خطه التفاصيل بتاعتها تحت منها. وهنا ده كلاود في بي اس، لو دوسنا عليه كده هتلاقي برده كل خطه وسعرها وتفاصيلها. طبعا الخاص الجزء بتاع السي بي يو سيرفر دي مش هتكون قصتنا دلوقتي، فخلينا نركز على اللي احنا عايزين نقوله عشان الفيديو ما يبقاش مدته طويله. هنروح للشيرد هوستنج. طبعا انتوا شايفين الفرق ما بين الاسعار في الشيرد وفي الكلاود. الاسعار مختلفة تماما، ده شهريا. وخد بالك ان ده شهريا وانت عندك تخفيض هنا 30% و30%. تمام. يعني لما بتيجي تجدد بعد كده على حسب انت اشتركت سنتين ثلاثة، بعد ال3 سنين دول تيجي تجدد هتجدد على الاسعار اللي تحت دي. تمام. طيب خلينا في الشير. زي ما احنا شايفين عندنا 3 خطط موجودين اهمت. عندك الفاست كلاود والفاست كلاود بلس والفاست كلاود اكسترا. طبعا انت بتختار الانسب ليك، اقرا المميزات بتاعتها. طبعا يمكن اكتر الاختلافات اللي موجوده المساحه، هنا بيديك 15 جيجا اس اس دي، هنا بيديك 25 ازيد 10 جيجا، هنا بيديك 35. هنا بتقدر انك تعمل ويب سايت واحد بس، هنا بتقدر انك تعمل عدد كبير من الويب سايت، هنا بتقدر برضو تعمل عدد كبير من الويب سايت. هنا بيديك برضو فري دومين زي ما انت عايز اهوت. هنا بيديك فري دومين برضو بالامتدادات اللي انت شايفها ديت. تمام. وهنا بيديك فري دومين. عندك طبعا ان انت بتعمل ترانسفير للويب سايت بتاعك برضو لو انت كان عندك ويب سايت وعايز تنقل من شركه لشركه بيديها لك فور فري بدون ما تدفع اي فلوس في القصه دي. تمام. طبعا عندك بقى تفاصيل تانية. طبعا من الحاجات برضو المميزه جدا في فاست كوميت الدعم بتاعها محترم، يعني دعم محترم بمعنى الكلمه. يعني دي باقي التفاصيل. حجم الترافيك اللي ممكن تستحمله الخطه خلال شهر 25,000 زاير. زاير شخص، يعني مش نفس الشخص دخل اكتر من مره، لا بيقول لك يونيك فيزيتز، يعني زيارات فريده. تمام. الخطه الثانيه 50,000، هنا 100,000. لو انت الترافيك بتاعك اعلى من الكلام دوت
ما انصحكش خالص بالشير. يعني احنا بنقول الشير ديت للناس اللي بتبدا وبتقول يا هادي وخلفياتها او شغلها بسيط ولسه بتبتدي. لو شغلك كبير وهتشتغل وعايز تنقل شغلك اونلاين وشغلك حجمه كبير وهتشتغل على سكيل كبير، انسى الشير ده خالص. دور على حاجات بقى الفي بي اس، وزي ما قلت لك من اشهر الشركات اللي بتقدم الموضوع دوت وبتدلك القصه ديت كلاود ويز. تمام، احنا بس بنحاول نخلي الناس تبتدي بابسط حاجه وباقل تكلفه. تمام. طيب عندك طبعا باقي الحاجات كلها، كل المواصفات اهي تقدر تقراها وتشوف المناسب ليك ايه وتختاره. انا مش هخوض في القصه ديت، عايزين نخش في الخطوات العمليه. كل دي فروقات ما بين الثلاث خطوات. تمام. طيب زي ما قلنا احنا دلوقتي في خصم 80%، واللينك اللي تحت الفيديو هتلاقوا اللينك ده بيديك الخصم ال 80%. طيب هنيجي بعد كده نخش. انا مثلا دلوقتي انا عايز اشترك في الخطه الخاصه بالفاست كلاود بلس. ليه انا اخترت ديت؟ لان انا بقدم شروحات، فانا لا انا عايز استخدمه في ان انا الشروحات اللي انا بقدمها والمواقع اللي بعمل عليها الشروحات احطها على استضافه عشان اقدر ان انا اشرح باريحيه يعني، ويبقى عندي اكتر من ويب سايت اقدر احطه على نفس الاستضافه ديت. فعشان كده انا اخترتها لان الاولانيه بتديني موقع واحد بس، انما دي بتديني اكتر من موقع، عشان كده انا اخترت ديت. طيب تعالى هنروح جاي هتدوس على جيت ستارتد. بينقلنا هنا بيقول لي هل انت عندك دومين، ولا اهو بيقول لي هل انا عندي دومين ولا انت عايز الدومين الفري اللي عندنا. لو انت عندك دومين ومش محتاج انك تشتري دومين تاني كان بها. لو ما عندكش الدومين لا خلاص انت ابتدي اكتب الدومين هنا. فانا هقول مثلا بيست اوفرز، اروح اعمل. هنا بيقول لي والله لا ده بيست اوفرز دوت كوم ده متاخد مش موجود. زي ما انت شايف بنجرب كده ستور الشكل دوت متاح بيست اوفر فور يو ستور، تمام دوت ستور، او بيست اوفر فور يو دوت اونلاين. طبعا بتقعد تجرب. طبعا احنا هنقول اخترنا خلاص بيست اوفر فور يو اونلاين دوت اونلاين، وهنبتدي نمشي الخطوات بتاعتنا. هو بيقول لي انت عميل جديد ولا عميل موجود قبل كده. فطبعا لو انت عميل جديد بتختار ديت، لو انت عميل موجود قبل كده بتدخل الايميل والباسورد بتاعك ويدخلك فبيجيب بياناتك مباشرة. لا انا عميل جديد، وبتبتدي تكتب البيانات بتاعتك هنا اهوت. دي بيانات بسيطه جدا المفروض ان انت تكون عارفها. بتكتب اسمك الاول، بتكتب اسمك الاخير، بعد كده بتكتب الايميل بتاعك وبتعمل الباسورد اللي هتدخل بيه. بعد كده بالبلد بتاعتك بتحط الرمز البريدي بتاعك، بتحط العنوان بتاعك والمدينه بتاعتك سواء انت من الجيزه من القاهره من الكلام ده كله. بعد كده بتحط رقم التليفون بتاعك لو عندك شركه تحطها. تمام. بعد ما تدخل البيانات بتاعتك ديت بتنزل تحت هنا، ودي اهم نقطه. تمام. النقطه ديت بيقول لك دلوقتي انت عايز البلان بتاعتك ايه. احنا قلنا ان عندنا ثلاثه بلان. الفاست كلاود اللي كانت ب يعتبر $2 $1.99 سنت، او الفاست كلاود بلس اللي هي ب $2.99، والفاست كلاود اكسترا اللي هي ب $3.99. تمام. وبيقول لك هنا انت دلوقتي هتختار 12 شهر ولا 24 شهر ولا 36 شهر. بيقول لك لا والله ان انت لو هتختار شهر واحد هيحاسبك على 2.99 وهكذا. لا انا هختار 36 شهر. طيب هنا بيقول لك ان انت هنا ده فري. هو ضايف لك هنا دومين برايفسي، ان هو البيانات بتاعته تكون مختفيه، محدش يعرف يوصل للدومين دوت، انه خاص ببياناتك وبارقام تليفوناتك. والله عايز تخليها بتخليها بيزود لك $3 وشويه، تقريبا $4 مش عايز بلاش. تمام. وده الدومين اللي احنا اخترناه حاطته لك وحاطته لك فري بالشكل دوت. خلينا نطلع تاني. هنا بيقول لك بقى من النقط المهمه، اخترت خلاص البلان بتاعتك. تاني حاجه وهي انت عايز السيرفر بتاعك يكون فين. ودي من مميزات فاست كوميت، ان انت كل ما السيرفر كان قريب من المكان اللي انت تسوق فيه كل ما كان الموقع بتاعك سريع، او ان الناس تقدر يحملوا الموقع بتاعك بسرعه لان السيرفر بيكون قريب. طبعا لو انت الناس بتوعك في الوطن العربي او في المربع بتاعنا او في مصر، فيفضل ان انت تختار يا لندن يا المانيا اللي هي فرانكفورت، يا امستردام اللي هي هولندا، يا اما لندن. اختار الانسب بالنسبه لك، الاقرب بالنسبه لك. هو بيقترح عليك اقرب حاجه، يعني زي ما انت شايف هنا بيقول لك ده الاقرب ليك. تمام. اللي هو فرانكفورت، فخلينا على فرانكفورت. طبعا لندن برضو تعتبر قريبه وامستردام تعتبر قريبه، بس فرانكفورت تعتبر هي الانسب بالنسبه لك والاقرب لموقعك.
تمام. خلاص اخترت هنا الخطة واخترت المدة بتاعتك ونزلت هنا. لو محتاج تضيف اي حاجة زي ما قلنا انه يعمل خصوصية للبيانات بتاعتك محدش يعرفها لو دخل على الدومين دوت. طبعا بيديك خدمات تانية اضافية تقدر ان انت تشوف الخدمات ديت وتحددها. يعني مثلا على سبيل المثال بيقول لك سيرش انجن اوبتمايزيشن الاس اي او، انه يعمل لك مراجعة ويحسن لك ل 10 صفحات، يحسن لك الاس اي او بتاعهم ده ب $10 تقريبا. عايز تضيفها تضيفها. طبعا ما انصحكش بكل الكلام ده، انت الخطه بتاعتك والدومين يبقى تمام. وممكن تضيف ان الدومين يكون فيه خصوصيه ان محدش يعرف يدخل على بياناتك اللي انت المفروض كتبتها فوق، ما يبقاش حد عارفها ولا يعرف تفاصيلها. فشوف اللي انت محتاجه. بعد كده بيجي يقول لك هنا الدفع، انت هتدفع كريدت كارد ولا هتدفع باي بال. لما بتيجي تختار باي بال هنا بيقول لك انت خلاص لما هتيجي تدوس على كومبليت اوردر هيبتدي يحولك على باي بال عشان خاطر تدفع، او تدفع بالفيزا بتاعتك لو انت هتدفع بالفيزا. تمام. زي ما انت شايف هنا اداك خصم 80%. المفروض ان الثلاث سنين دول كان هيبقى ده السعر اللي هتدفعه عليه، لكن هو مديك خصم 80%. فاللي هيدفع 107.64 يعني تقريبا $108. ده بالنسبه للثلاث سنين. انت لو اخترت شهر، لو نزلنا لتحت كده هتلاقيه مديهولك ب 299 الشهر. تمام. لو اخترت 12 شهر هتلاقيه مديك السنه ب $35 لو انت عايز تجرب سنه. لو اخترت سنتين هتلاقيه مديها لك ب $71. لو اخترت 3 سنين هتلاقيه مديها لك بسعر $107. شوف الانسب ليك انت. الافضل بالنسبه لك تجرب على شهر فاختار شهر، تجرب على سنة اختار سنة. عايز تبتدي 36 شهر وتحجز وتستفاد من الخصم دوت أكبر فايدة كان بها لسبب مهم جدا. خد بالك من النقطة ديت. أنت لو اخترت شهر هيحاسبك أول شهر على $3 دول، لكن الشهر الجديد لما تيجي تجدد هتدفع المبلغ الأساسي اللي المفروض تجدد بيه تقريبا بيبقى $14، فهيبقى كتير جدا. فلو أنت ناوي تستمر فاختار ال 36 شهر. لو أنت لا بتجرب من باب التجربة وخلاص، أو عايز تجرب الشركة وخلاص، فاختار شهر واحد وريح دماغك. لو انت لا بتجرب وعايز تجرب مده كويسه اختار سنه. حدد اللي انت عايزه. النقطه المهمه اللي محتاج انك تعرفها ان بمجرد اشتراكك ما بينتهي بتدفع على الاشتراك الجديد بدون الخصم، وده هيبقى القيمه بتاعته عاليه. انا علشان كده مختار 36 شهر. كده هتحاسب على مده 3 سنين الشهر بال $3 دول بس، كل شهر بال $3 دول بس هو بياخدهم مني مقدم $107. تمام. طيب بعد كده بتدخل الفيزا وتفاصيلها وبتروح دافع. انا عامه دلوقتي هوقف التسجيل وهسجل البيانات واروح دافع وارجع تاني اشغل التسجيل. زي ما انت شايف بمجرد ما دخلنا البيانات ودوسنا completed order بيبتدي يحمل معاك ويجي يقول لك تم الدفع. فهو احنا مستنيين دلوقتي ان هو يقول لنا تمام اوكي الدفع تم، او يقول لنا في غلط في الدفع الفيزا بقى فيها مشكله. فهنشوف دلوقتي. فهنا بيجي يقول لك thank you your order you will receive confirmation email shortly. يقول لي الاوردر بتاعك رقمه كذا. انت دلوقتي if you have any question لو عندك اي سؤال عن الاوردر بتاعك كلم الدعم من خلال التيكت بتاعت الدعم الخاصة هتلاقيها موجودة من الكلاينت اريا منطقة العميل. بيقول لك هنا روح لمنطقة العميل أو مساحة العميل. لما بندوس عليها كده بيبتدي يحول وبيجي هنا. طبعا بيديك هنا عايز يعرفك. بيقول لي هلو كارم اهلا بيك في فاست كوميت. انت الهوست بتاعك والاكونت بتاعك اهو. ده الدومين اللي احنا اخترناه. دلوقتي بقى اكتيفيتد خلاص نشط. نوت شور وير تو ستارت لو مش متأكد تبتدي منين. تقدر ان انت تاخد جولة كده او تبتدي تدوس على جيت ستارت. طبعا لو انت ما اتعاملتش قبل كده مع فاست كومنت ومحتاج تاخد جولة جواها ويفضل يشاور لك على كل حاجة، تقدر ان انت تاخد الجولة ديت تدوس على جيت ستارت. او لا انا عارف الشركه من جوه وعارف الداشبورد بتاعتهم فهدوس اكس. زي ما انت شايف هنا بيجي يقول لك اهو ادي الهوست بتاعك. بيقول لك ان انت في فاست كلاود بلس وادي الدومين بتاعك. هينتهي الهوستنج بتاعك هينتهي في 2026. ربنا يدينا ويديك طول العمر بقى. وبيقول لك ان هو اكتف. عايز تخش على السي بانل بتدوس عليها كده وتروح دخل الباسورد اللي انت عملتها في حسابك يوديك على السي بانل. تبتدي تنشئ الايميلات بتاعتك، تبتدي تشوف الموقع بتاعك وهكذا. تقدر تشتغل عليها بمنتهى البساطة. لو انت حبيت تروح للسي بانل اهو دوس كده بيوديك على السي بانل بتاعتك اهي. تقدر ان انت من هنا تبتدي بقى تحط الايميلات، تبتدي تتابع دي الفايل مانجر بتاعك، تبتدي تشوف بقى اي حاجه انت محتاج تشتغل عليها على السي بانل. تقدر ان انت تخشها وتشوفها، او المبرمج بتاعك او
ايا كان، عايز تضيف دومينات، عايز تضيف دومين، عايز تعمل سب دومين، كل دوت هيكون متاح ليك وتقدر تشتغله بكل سلاسة وببساطة. طبعا عندك بقى حاجات تانية، دي طبعا اشهر الحاجات، ان انت السايت بيلدر لو هتبني السايت بتاعك، لو هتنزل الابليكيشن، لو عايز تفعل الاس اس ال كده، انت اشتريت دومين واشتريت استضافة وانشأت حسابك خلاص على فاست كوميت، تقدر دلوقتي تبتدي تبني الويب سايت بتاعك. تمام، ده بمنتهى البساطة ازاي تشتري استضافة وازاي تشتري معاها دومين فور فري ومن شركة من انسب وافضل الشركات اللي ممكن تبدأ معاها، وعاملة خصم 80%. والموضوع بسيط وسهل. في الفيديو اللي جاي بقى هنبتدي نتكلم ازاي تبتدي تبني الويب سايت بتاعك على الدومين بتاعك اللي انت اشتريته من خلال الاستضافة من داخل استضافة فاست كوميت. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم.